أول شيء إذا تكلمنا فذهب السر، يعني المعركة فيها جزء لم يطرح في الإعلام إلى هذا الوقت، تقريبا 30% أو 40% منه، وأعتقد أنه ليس هذا الوقت مناسب لطرح كافة تفاصيل ما جرى في المعركة. لكن بشكل عام هناك كان إعداد واستعداد في إدلب على مدى 5 سنوات تقريبا. نظمت الصفوف بشكل جيد، وحدت أغلب القوى الفاعلة من الفصائل في العسكرية في الشمال. كان هناك بناء مؤسساتي على مدى 5 سنوات في إدلب شمل أغلب مناحي الحياة. ثم كان هناك في متابعة حثيثة لما يجري في مناطق النظام والحالة السياسية للنظام والحالة الأمنية والتقييم العسكري له. النظام لم يكن ضعيفا إلى الحد الذي يتصوره الناس أنه سينهار بهذه السهولة. يعني نحن قمنا ببعض التكتيكات كانت أكثر من الجهد، يعني عملنا بذكاء أكثر ما نعمل في جهد. فكان الخطة محكمة نوعا ما، والنظام كان قد جهز قوة كبيرة جدا وضعها في مقدمة الجبهات. والنظام كان يعمل على طريقة المؤازرات، لديه قوة نخبة. عندما نقوم بعمل سابق نكسر الخط الأول ثم نصل إلى الخط الثاني، فتأتي هذه المؤازرات فيكون القوى الثورية قد أنهكت، ثم يبدأ التصادم مع قوى لا زالت نشيطة عند النظام، فدائما نخسر عند هذه النقطة. أما في المعركة الأخيرة النظام قام بحشد كل قواته حتى المؤازرة. هناك كانت إيحاءات لبدء المعركة قبل 2 شهر من بدءها. النظام كانت تأتيه معلومات كثيرة عن بدء العمل، وفعلا نحن كنا نسرب كثير من المعلومات وكثير من التحركات العسكرية في الجبهات الأمامية. كنتم تتعمدون ذلك لأنه هذه مفارقة، أنه العدو يعلم أنه هناك معركة قادمة. لا يمكن تحريك قوة كبيرة دون أن يعلم العدو بوجودها. نقلنا دبابات ونقلنا مدرعات ومصفحات وقوة كبيرة، لكن أخفينا النقطة التي دخلنا منها، التي بدأت منها المعركة اللي عند الشيخ عقيل. كنا نخفي هذا الشيء، حتى أخفيته عن أقرب المقربين، بل حتى عن المجاهدين الذين خرقوا من هذه النقطة، سوى عدد قليل لا تجاوز عدد الأصابع. طيب تطرقت، فبالتالي نحن كنا بحاجة إلى هذه الفترة. لكن هل هذا يكفي لكل سوريا؟ أقول لا يكفي لكل سوريا. خلال الشهرين الماضيات نحن أجرينا لقاءات متعددة وكثيرة جدا مع شرائح واسعة من المجتمع السوري، خبرات، محافظات، مغتربين، جاليات في دول غربية، وناس مستثمرين في دول إقليمية. واستطعنا أن إن صح التعبير لملمة البيت السوري. فبهذه الخطوات تعرفنا على عدد كبير من الناس. كما تعلم إدلب كان هناك كثير من يحجم عن التواصل مع إدلب أو المجيء إلى إدلب. لم تكن مشجعة كافية لتشجيع الناس للوصول إلى إدلب، رغم أن فيها كان كنز عظيم يجهله كثير من الناس. اليوم بدأ الناس يتوافدون إلى إدلب لمعرفة من أين خرج كل هذا. فبالتالي استطعنا أن نتعرف على شريحة واسعة من الناس، من المحبين إلى بلدهم، وأكيد سيكون لكثير من هؤلاء الناس دور في الحكومة القادمة. طيب فيه إلى حد هذه اللحظة قانون يضبط عملية الأحزاب السياسية أو مهامهم وتحركاتهم في البلد، لأنه هذا يجب أن يكون مضبوط ضمن قانون. لكن نحن نتكلم عن كفاءات فردية، وسوريا مليئة بهذه الكفاءات الفردية. هناك أمر واقع أن هناك كثير من المفاصل لا يمكن التفريط بها، لأنه أيضا نحن بحاجة مع الكفاءة، بقدر ما نحن نحتاج كفاءة نحتاج إلى انسجام، خاصة أن القانون البلد، القانون المؤسسات، هناك كثير من الناس قد ما كان القانون فاعل في إدارة البلد. فليس هناك الآن نحن في مرحلة إعادة بناء القانون في سوريا، فحتى يبنى القانون ويصبح ممارس بشكل عملي ويعتاد عليه فريق العمل، هذا الأمر يحتاج إلى وقت. لكن هذا الأمر لا يمنع أن يكون هناك من الكفاءات العالية في سوريا أن تشارك. هذه قوة للحكومة وليس ضعف لها. وأنا لا أذهب لهذا المنطق للشو السياسي، ليس لهذا الأمر، وليس للضغط الذي يمارسه بعض الأطراف، لا،
بس لأن هذا الطريق هو الصحيح. نحن بحاجة إلى كفاءات عالية تدير بعض المؤسسات بمهنية أعلى وأكبر، ولكن أنا يعني أحاول أن أجنب سوريا أن تذهب لحالة المحاصصة. هذا فيه دمار واسع للبلد يعني سيكون، لأنه سيحصل فيه تعطيل، وكل عندما نوزع السلطة والمناصب السلطوية، عندما توزع هدايا للطوائف والأعراق والأقوام، فيحصل الفيتو عند كل طرف. سيصبح كل طرف يعني حريص على أن يغنم من هذه المؤسسة التي يأخذها. أما أن وزعت على شرط الكفاءة بغض النظر عن يعني الانتماء، لأنه أنا لا أحب أن أعرف سوريا على أنها دولة فيها مجموعة من الأقليات يعيشون مع بعضهم البعض. سوريا فيها قانون وفيها مواطنة، وقانون هو الذي سيحكم الجميع ويحفظ حق الجميع. خطتنا ظهرت أثناء العمل العسكري، يعني سمات هذا العمل العسكري كانت واضحة يعني، وهو الذي حافظ على السلم الأهلي عمليا. يعني طريقة الدخول، أنا كنت حريص جدا عن طريقة دخولنا إلى حلب بالذات، وقلت طريقة الدخول إلى حلب، وهذا الكلام أنا كررته كثير على الفصائل عندما كنا نحضر للمعركة، بأن المعركة بقدر ما سنهتم في العمل العسكري بقدر ما ينبغي أن نهتم كيفية الدخول إلى البلدات الكبرى خاصة يعني. فالدخول إلى حلب كان فيه انضباط شديد، وهذا أوصل رسائل للجميع. كما نعلم أن النظام خلال فترة حكمه خلال 54 سنة الماضية عمل على تقسيم المجتمع من خلال الاعتماد على فئات معينة من المجتمع استخدمها ضد فئات أخرى، فبالتالي كان احتمالية حصول حرب أهلية كبيرة جدا، يعني حصول عمليات انتقام كانت كبيرة جدا. لكن المعركة عندما يعني سارت مجرياتها بسلاسة، وكان دائما عنوانها فيه رحمة، اللهم فتح لا ثأر فيه، كنت أركز على هذه المسائل. طبعا كان هناك جهد كبير نبذله قبل بدء المعركة حتى نصل إلى هذا الأداء يعني. فهذا أعطى رسالة طمأنة إلى الجميع، بالعكس كان فيه رفعة وقوة لمن يعني يقوم بهذا العمل. واليوم الدولة هي تشكل ضمانة لكل الطوائف بما فيها التي كانت يعني تستخدم لإيذاء أطراف أخرى. نحن الآن ينبغي أن ننظر إلى الحالة السورية، على نركز على عملية البناء بها، والبناء لا يمكن أن يكون إذا إن لم يكن المجتمع موحد. فالسلم الأهلي ليست رفاهية اليوم في سوريا، بل هو واجب على السوريين أن يبذلوا ما استطاعوا من قوة إلى أن يبقوا موحدين، لأن هذا العنصر الأساسي الذي سيكون الداعم الأساسي لنهضتهم. أما إذا بقينا أسرى للخلافات البينية والطائفية وإثارة النعرات البينية، فأعتقد أن سيكون هناك كارثة كبيرة في سوريا. اليوم نحن الحمد لله وصلنا نوعا ما إلى بر الأمان. أن يكون هناك حوادث تجري هنا هذا في الحد الأدنى، لكن المتوقع كان أكبر من هذا بكثير للأسف بسبب ما خلفه النظام. ف60 سنة من السياسات السلبية في إدارة البلاد محيت في بضعة أيام أو بضعة أسابيع والله الحمد. ولكن مسألة فرض السيادة السورية وهنالك توترات مع فئات كقسد، كما يجري في الجنوب أيضا، عدم تسليم السلاح من قبل البعض من الفصائل، تحديات عديدة وكبيرة. كيف سيتم التعامل معها ومواجهة هذه التحديات؟ هناك يعني منهجية في حل المشكلات، خاصة إذا كان المرء يعني يواجه كمية كبيرة من المشاكل العظيمة. فالعقل السليم يقول أن ينبغي أن نجزأ هذه المشاكل ونحل كل واحدة على حدة. فأولى الأولويات كان ضبط السلاح الذي كان في صف الثورة، وهذا تم بسلاسة والله الحمد، وأعتقد هذا التحدي الأكبر، الباقي أسهل كان منه يعني. واليوم رأى السوريون جميعا كيف اجتمع كل الفصائل المنضوية كانت للثورة السورية والحاملة للسلاح، وأتت بشكل انسيابي وتآلفت مع بعضها، لأن الحدث كبير يعني. ثم توافقت على رئاسة جديدة لسوريا، فهذا بحد ذاته كان تحدي، لأنه حجم الخلافات التي كانت في ظل الثورة كانت كبيرة جدا يعني. أعتقد هذا العنوان الأبرز
لسهولة حل فيهم. بالنسبة للجنوب أنا لا أرى أن هناك مشكلة كبيرة، يعني مضخمة نوعا ما في الإعلام، ليست هناك مشكلة كبيرة، بالعكس يعني نحن كنا منذ سنة ونصف على تواصل دائم مع أهلنا في السويداء، وهم شاركوا في العمل تحت اسم ردع العدوان أيضا، يعني كان هذا التنسيق بيننا وبينهم يعني في إدلب، ونحن منعنا أي تحرك حتى نصل إلى قريب حمص تقريبا. يعني كان هناك حماسة يعني تجري في درعا وفي السويداء، ونحن لازلنا في حلب، وكنت يعني أبذل جهد كبير يعني لتصبيرهم إلى أن نتقدم أكثر. كنت أخشى أن يتحركوا فيجري معاملتهم ثم نخسر هذه الحركة يعني. أما وصولنا إلى حمص فأعطى فرصة كبيرة جدا. فهذا أمر. بالنسبة لشمال الشرق نحن الآن ندخل في عملية تفاوض بيننا وبينهم. أعتقد أن الجميع يطرح أنه يجب أن يكون ضمن الدولة السورية، وأن السلاح يجب أن يضبط ضمن الدولة السورية. ليس هناك أحد في الدنيا يؤيد أن يكون هناك انفصال أو انقسام في سوريا، لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي، بل حتى الدول التي يعني ترعى بعض الفصائل هناك أو تنظيم قسد هناك أيضا تتوافق مع الدولة السورية على ضرورة أن تكون سوريا موحدة، وأن يكون السلاح منضبط تحت سيطرة الدولة السورية.